النهاردة هنشوف مع بعض أخطر 5 أماكن في العالم. وبعد ما تتفرج على الفيديو وعندك حماس إنك تزور الأماكن دي فبلاش أحسن. بس لو مصمم ورحت ورجعت بالسلامة إن شاء الله وبحكي اللي عملت إيه هناك. يلا جهز نفسك واعمل كوباية شاي واتفرج على الأماكن دي معايا من غير ما تروح ولا تتعب نفسك. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعمونا بلايك واشتراك في القناة. على بعد 20 ميل من ساحل ساو باولو في جنوب شرق البرازيل، في جزيرة صغيرة بس تأثيرها كبير، كيمادا غراندي، وهي جزيرة الأفاعي. جزيرة الأفاعي طبعا من اسمها مليانة تعابين بكل أنواعها، وممنوع حد أصلا يروح هناك. والحكومة البرازيلية منعت الزيارات للجزيرة دي بالفعل. بس مش ممكن تكون التعابين دي من التعابين الغير سامة الأليفة اللي بنشوفها في السيرك ونتصور معاها. هو فعلا في تعابين غير سامة، بس للأسف بيعيش معاهم نوع من التعابين اسمه الرمح الذهبي، وده يعتبر أخطر وأفتك تعبان على وجه الأرض. وتقديرا لآخر الإحصائيات قالت إن في 2000 إلى 4000 تعبان من الرمح الذهبي. في عام 1909 وحتى عشرينات القرن الماضي كان عدد قليل من البشر بيسكنوا الجزيرة بالفعل لإدارة منارتها. ولكن طبقا لقصة محلية قالت إن أحد الحراس لو مقتول داخل بيته هو وكل أسرته بعد ما دخلت شوية تعابين سامة وقتلتهم كلهم. وآخر صياد كان هناك وتاه لقوه غرقان في دمه في القارب بتاعه. بحيرة ناترون في تنزانيا هي بحيرة كبيرة لونها زي لون الدم، والمية فيها بتحتوي على نسبة أملاح عالية جدا. طب إيه اللي مخلي البحيرة لونها أحمر دم زي كده؟ ده بسبب جيولوجية المنطقة وقرب البحيرة من بركان نشط، وهو البركان الوحيد اللي معروف إنه بيطلع حمم كربوناتيت واللي بتشبه كيميائية الصخور الرسوبية. وبسبب الحمم دي بتروح في طريقها للبحيرة، واللي بتكون سبب في تزويد البحيرة من الأملاح وبعض المعادن المختلفة. وبسبب كل الظروف دي ففي كائنات حية متكيفة ومستمتعة في البيئة المالحة دي، ودي اللي بتدي اللون الأحمر للبحيرة. طب إيه بقى الخطر في البحيرة دي؟ خضتني يا حمزة ايه؟ وهنا ما فيهاش تعابين سامة ولا حتى تماسيح. الخطر هنا هيكون في التنفس، لأن بسبب الملح القلوي اللي موجود بصورة كبيرة في البحيرة وغزارة ارتفاع تركيز غاز كبريتيد الهيدروجين اللي بيسبب الوفاة بمجرد استنشاقه على طول، وبالتالي امتنع الناس عن زيارة البحيرة دي. في شمال غرب ناميبيا أكبر مقبرة للسفن في العالم، الساحل اللي مليان هياكل عظمية للحيتان والفيلة وبعض الكائنات البحرية. ده بسبب الظروف القاسية للمكان. ولكن ليه يعتبر مقبرة للسفن؟ ده عشان انقطاع سبل الكتير من السفن اللي كانوا بيبحروا ناحية الساحل ده بسبب الضباب الكثيف وحركة الأمواج العالية والرياح العاصفة. واللي كان بيقدر يوصل لأرض الساحل ما كانش بيلاقي فرصة للنجاة بسبب الظروف الصعبة اللي على الساحل، زي نقص الطعام والمية والطقس والرياح وحرارة الشمس. كل ده ما تخليش حد يبقى عنده فرصة للنجاة. طريق انغاث أو طريق الموت اللي موجود في دولة بوليفيا يعتبر من أخطر طرق العالم على الإطلاق. ورغم خطورته إلا إن في ناس اللي بتحب المغامرات وعاشقين لإفراز الأدرينالين بيروحوا هناك وبيعملوا سباق بالعجل. خطورة الطريق بتكمن في ارتفاعه عن سطح الأرض بحوالي 4650 متر، وعرضه اللي بيصل إلى 3 متر، يعني يا دوبك تاخد عربية بالعافية. طول الطريق حوالي 70 كيلو متر، بيربط العاصمة ببلدة كوريكو، وبيمتد الطريق لغابات الأمازون الممطرة. وخطورة الطريق بتكون في الضباب الكثيف والانهيارات الأرضية والمنحدرات في كل منعطف. وعلى طول الطريق هتلاقي علامات للصليب واللي بتدل على وفاة الأشخاص اللي كانوا ماشيين على الطريق ده. تم تقدير عدد الوفيات سنويا على الطريق ده حوالي 300 شخص. فنصيحة من أخوك بلاش تاخد الطريق ده وانت رايح للغابات. طيب يا سيدي شكرا. في صحراء كراكوم الحارة في تركمانستان بالقرب من قرية دار فازا، واللي بيبلغ عدد سكانها حوالي 350 شخص. حقل غاز طبيعي داخل كهف تحت الأرض اسمه فوهة غاز دار فاز، بس السكان مسمينه بوابات الجحيم. عبارة عن حفرة كبيرة بقطر 70 متر وعمق حوالي 20 متر. تم إنشاء الحفرة سنة 1971 لما اخترقت منصة الحفر السوفيتية بطريق الخطأ كهف ضخم جدا للغاز الطبيعي تحت الأرض. ده سبب في انهيار الأرض وسقوط جهاز الحفر كله. بدأت أبخرة الغازات سامة تتسرب بمعدل خطر جدا. ولتجنب الكارثة البيئية اللي كانت ممكن تحصل أشعل السوفيت النار في الحفرة اعتقادا منهم إن الاحتراق هيخلص في خلال شوية أسابيع ولا حاجة. بس للأسف
لسه الحفرة لحد دلوقتي بتطلع نار، وما زالت هناك محاولات لإخماد النار دي. ورغم اللهب والغازات الموجودة في المكان ده، إلا إن عشاق الأدرينالين بيتجولوا بالقرب من المكان ده، وبيعملوا تخييم كمان في الصحراء بالقرب من الحفرة دي. الناس دي تعبونا وتعبوا أهاليهم معاهم. وبكده نكون استعرضنا النهاردة أخطر 5 أماكن في العالم. لو عجبتك الحلقة وعايز تشوف جزء تاني، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وقول لنا في الكومنتات ايه اكتر مكان حسيت فعلا بخطورته.